أسعدتم أوقاتا من جديد مشاهدينا الأعزاء. التحية لكل من يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، لدينا اليوم في هذه الزاوية تجربة فنية غنية بدلالاتها الجمالية المستوحاة من عالم الإنسان والطبيعة والحياة. تجاوزت هذه التجربة 50 عاما، شاركت في عدة معارض جماعية داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى المعارض الفردية التي يستخدم فيها أسلوبه الفني الطريقة التعبيرية التجريدية. وتمتاز أعمال ضيفنا بالواقعية من خلال إدخاله الشخوص البشرية مع المناظر الطبيعية ليضفي على لوحاته قيمة جمالية عالية. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا عزيزا في الاستوديو الفنان التشكيلي عون الدروبي، ابن مدينة حمص، عضو اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين العرب. يسعدنا أن تكون معنا ضيفا عزيزا. أستاذ، أهلا ومرحبا بك. يسعد صباحكم. بداية، وقد تحدثنا عن تجربة استمرت ل50 عاما تقريبا، قد تزيد أو تنقص لا ندري. ستخبرنا من خلال لمحة سريعة أستاذ عن هذه التجربة. الحقيقة شغفي بالرسم مثل أي أو معظم الأطفال بحب الرسم. صحيح. فمن البداية وللآن أنا متابع هالنشاط بمحبة وشغف واستمرارية. جميل. فبنقدر نقسم المراحل اللي اشتغلت عليها من الطفولة. طبعا من المدارس الابتدائية كنت حب انه شغل حتى الكبار وبادلهم بالارباع من الدفتر الابيض، يعطوني رسمي مثلا لعنترة لعبلة هالاشياء، بادلهم يعطوني مثلا القطعة أعطيهم أنا 5 صفحات أو 4 صفحات. أرجع مقايضة، يعني مقايضة. تمام. فأرجع البيت كلها كتب إنه كل نهار بدي دفتر. بدك دفتر جديد. هي البداية، المرحلة الأولى كانت موهبة ضمن المدرسة وحبي وشغفي للرسم. حلو. واستمرت هاي للمرحلة الإعدادية. كان يجينا أساتذة من دمشق، لأنه الأساتذة بحمص كانوا قلال. فكان أستاذنا المشهور المرحوم صبحي شعيب رحمه الله، ومن دمشق عيد يعقوبي، هشام المعلم، يعني يجوا حتى بعدها بأيام الوحدة تجي مصريين يعني يدرسوا مادة الرسم. ما زلنا نتحدث عن أيام الدراسة يا أستاذ. بالضبط. نعم. النقلة الكويسة كانت بافتتاح مركز الفنون 1963. مركز الفنون شد الشباب اللي عندهم شغف للرسم، والتقينا مجموعة كتير كويسة. هالمجموعة اثبتت جدارتها واستمراريتها بالمعارض واغنت الفن السوري الحقيقة. تماما. يعني هاي كانت هالمجموعة بعد الأوائل، مثل أمثال صبحي شعيب. تماما. وأستاذ أحمد دراء السباعي الله يرحمه. الله يرحمه. فبالمركز كان التدريب كتير جيد على المدرسة الواقعية. كنا نطلع رحلات معدل 2-3 لأرياف حمص، نرسم مثلا مثل الرستان، مثلا زيدة الفيروزي. وكان شغفنا بالطبيعة، الطبيعة من حيث البيوت والأزقة والزوايا، حتى في حمص وريفة. طبعا. وحمص بيئة غنية بريفة يعني بتغني أي فنان بيحب يرسم الطبيعة.
تتلمذت ببداية المشوار على يد الأستاذ صبحي شعيب رحمه الله والقامات التي ذكرت أسماها آنفا. اليوم نحن نعلم أن صالة صبحي شعيب لا تكاد تخلو من معرض يوميا تقريبا. هذا أضاف طبعا لمسيرتك الفنية أن تكون قد تتلمذت على يد أحد الرواد الذين نفخر بهم أكيد بحمص. ماذا أضافت هذه التجربة لك أستاذ عون؟ الأب يعني الأستاذ صبحي شعيب نعم. كان الأب الروحي للفنانين. وأنا أول لوحة بعتها هو اقتناها الأستاذ صبحي، قيمة مضافة أيضا. وعمل بورتريه إليه موجود عندي، أنا أفتخر فيه طبعا. فدليل أنه التعاطي والاستمرارية. حتى وقت تخرجت من المركز درست فيه. حلو. ودرست فنون بما يعادل 11 سنة في محافظة حمص بالإعداديات وحتى في دار المعلمين. اليوم الحديث عن تدريس مادة الفنون أستاذ عوني، لو خرجنا قليلا عن سياق تجربتك بمجال الفن، ولكن نحن نتحدث عن صلب الفن التشكيلي اليوم، هل تلقى فعلا هذه المادة التي تدرس في مدارسنا نفس الشغف الذي كنتم تعملون أو تبدعون به في السالف من الأيام؟ الحقيقة هو القديم أفضل من الجديد. هلأ يعني الجيل الطالع بيلتفت على الأراجيل، بيلتفت على شغلات يعني ما أنا وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد ما فينا نعمم طبعا، عم نشوف بس شباب الأكثرية للأسف. هلأ عم بحكي مع أستاذ معين إنه الواحد بيعمل معرض وخلال يعني بقدم تجربته لسنوات طويلة. صحيح. وبيفوتوا مجموعة من الشباب خاصة يعني بالنقابة من الباب للحديقة بدون انه يلتفت اي التفاتي على اللوحات. هذا للأسف يعني. برا بالمدارس بياخذون حصص صحيح. لا يتفرجوا على معارض وعلى المتاحف وكذا. صحيح. يعني بيزرعوا بنفسهم هالمحبة تماما. حتى هون في تقصير بعتقد من الأساتذة. صح. الأساتذة القدماء كانوا يعطوا كل شيء للطلاب ويشدون شد للمعارض وبجهد كبير. للأسف هلا الشغلات المادية عم تسحب هالناس، صح، عم تستقطبهم أكثر. بالضبط. يعني للأسف هي وحدة من الشجون اللي بيعاني منها قطاع الفن أو فنانين بهي الأيام. رح نحكي ببقية التفاصيل، لكن خلينا نركز على المعرض الفردي اللي حضرتك أقمته من فترة. طبعا الزملاء واكبوا لنا هذا المعرض وعادوا لنا بتقرير، رح نتابعه معكم ومع السادة المشاهدين ونرجع نكفي حوارنا. مشكورة. أعمال فنية متنوعة بأسلوب متميز عن الإنسان بمختلف انفعالاته وحالاته وتفاعله مع الواقع. محور المعرض الفني التشكيلي للفنان التشكيلي عون الدروبي في صالة صبحي شعيب للفنون التشكيلية بحمص. معرضه أحلى شيء فيه أنه يعني كيف بدي أقول لك، عنده أشياء صحيح بتبين أنها صامتة، طبيعة صامتة، بس هو بيحركها، هو بيعطيها روح لهي الطبيعة الصامتة. يعني أحيانا بيكون مثلا الشيء جامد بتلاقيه عطاه حركة، وهو بنفس الوقت لما عم يدرسنا نفس الشيء، بيحببنا بالفن، بيحببنا أنه نفرغ نحن مثلا طاقتنا من خلال الفن، وبيخبرنا أنه هو رسالة. يعني دائما يعني رسالته الأساسية أنه الفن هو رسالة لازم تعبر عنه لكل الثقافات الثانية. استعرضنا بكل دقة وبكل جمال معرض الفنان عون الدروبي. وعون الدروبي اسم مضيء في ذاكرة الفن التشكيلي السوري. وجدنا من خلال هذه الأعمال الفنية المدرسة التعبيرية التي يتبعها، وعالج فيها مختلف القضايا الإنسانية والوجدانية، ورصد فيها العديد من هموم الإنسان والواقع الذي نعيش به ضمن رؤية تشكيلية بصرية جميلة. الفنان الأستاذ عون الدروبي من أعمدة الفن التشكيلي بحمص، فنان مهم وله اسمه وله تاريخه وتجربته الفنية المميزة. يعني الحقيقة كتير سعيدة إني شفت الأعمال الحلوة
بيحتاج الإنسان لحتى يثقف حاله بصريا ويغذي بصره بهيك أعمال فنية جميلة، شيء جميل كتير. تجربة طويلة من عمله الفني. تمتاز لوحاته بالطابع يعني مأخوذ من الريف، طابع الريفي، والعنصر الأنثوي المرأة يعني غالب على لوحاته، لأنه المرأة هي بتعطي العنصر الجمالي أكثر من الرجل بالنسبة للفن. الحقيقة الألوان ألوانه كتير واضحة وحلوة، وفي شيء كتير بيحكي عن سوريا، يعني عن الأرض، عن يعني الأشخاص، طبيعة الأشخاص الموجودة باللوحات. نحن أول مرة بزور، نحن باسم الجمعية التاريخية اجينا مشان ننتقي مجموعة من اللوحات ناخذها على الجمعية إذا استطعنا، لأن حابين نعمل بالجمعية التاريخية معرض لصور بالتعاون مع الفنانين بحمص. معرض كان رائع جدا ومعبر. تجربة فنية لها تميزها للفنان عون الدروبي لاستمرار مسيرة الثقافة والفنون والتعبير عن الحضور الأدبي والثقافي في ذاكرة الأجيال القادمة. نحييكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، وتحية لزميل عبد الرحمن الدباغ الذي أعد لنا هذا التقرير. نرحب بك من جديد أستاذ عون الدروبي. طبعا كما شاهدنا الآراء، وطبعا حضرتك علم من أعلام الفن التشكيلي بمدينة حمص، هذا ما أجمع عليه الحضور والزملاء أيضا في نفس المضمار. الحديث عن هذا المعرض، إقامة هذه المعارض طبعا هي نقطة فارقة في حياة الفنان التشكيلي، قد تختلف بين فترة وأخرى، ونحن نعلم أن الفن تعثر في أثناء الحرب التي عاشتها سوريا، لكن العودة ولو بشكل خجول إلى هذه المعارض اليوم هي إضافة للفن أو للحركة الثقافية بحمص وبسوريا بشكل عام. إذا أردنا أن نتحدث عن أهمية هذه المعارض. طبعا المعارض الفنية بتغني البلد وبتجعل فيه حيوية، صح، ودليل العافية والتعافي. فالفترة اللي مرت مرة كانت حرجة وتعيسة وكذا، الحمد لله انتقلت لحالة من النشاط والاستمرارية في العطاء رغم الصعوبات اللي بيعاني منها الفنان وتأمين مستلزماته، لأنه صار أشياء مكلفة بغلاء المواد وغلاء المعيشة. ولكن الحمد لله في نفس لأنه يستمر، ولو الفنان اقتطع من لقمة عيشه من عطائه لأولاده مثلا، لا يستمر حتى يستمر. حلو. وهون بدنا نحكي عن الرسالة اللي عم تقدمها كفنان من خلال الأعمال اللي عم تقدمها. حضرتك عم تحكي عن ظروف صعبة، بتضطر أحيانا لاقتطاع بعض المبالغ من قوت يومك ويوم أولادك لحتى نحن نستمر بالحركة الثقافية وبالرسم وبالفن التشكيلي. أكيد في من وراء هاي التضحية العظيمة رسالة حابين نوصلها كفنانين تشكيليين. بقدر أنا ألخص الفنان مثل السفنجي، بيمتص الأجواء اللي حواليه، وحين الضغط عليه يعني طبعا عصارة فكره بتطلع بأعماله. صحيح. صحيح. فأنا بستناول